يقول الناس إنها لجنود إثيوبيين في الطرقات، والاعتداء عليها بالضرب وأسر أفراد من قوات الحكومة الانتقالية كانت حصيلة الاشتباكات التي انطلعت في الصباح الباكر بين القوات الحكومية والإثيوبية من جهة وبين مسلحين مناوئين للحكومة الانتقالية. يأتي ذلك في وقت بدأت فيه العديد من القبائل الصومالية الجهر بمعارضتها لسياسات الحكومة الانتقالية. هوية التي تعد من أكبر القبائل في الصومال وجهت نقدا حادا لسياسات الرئيس عبد الله يوسف، خاصة خطته الأمنية في العاصمة. نقول للعالم إن الحكومة الانتقالية تقوم بتصرفات خاطئة، لقد جلبت ميليشيات قبلية يبلغ تعدادهم آلافا من بعض المناطق وحشدتهم في ضواحي العاصمة، لن نقبل بذلك. ومع تصاعد وتيرة العنف في العاصمة بدأت الدفعة الثانية من القوات الإثيوبية في الانسحاب من الصومال، كما قامت القوات الإثيوبية بإخلاء مواقعها حول القصر الرئاسي في العاصمة، وسلمت مهام تأمين القصر الرئاسي لقوات الاتحاد الإفريقي وسط مراسم احتفالية حضرها مسؤولون عسكريون في القوات الإثيوبية وآخرون في الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي. نحن نشهد مغادرة الدفعة الثانية من القوات الأثيوبية للعاصمة مقديشو، ووفقا للتفويض المعطى لبعثة الاتحاد الإفريقي فإنه سيكون هناك تسليم سلس للمهام الأمنية منعا لحدوث انفلات أمني. ملفات مليئة باستيعاب تهدد استقرار الحكومة الانتقالية، أهمها ملف الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة نتيجة تنامي المسلحين الذين يستهدفون مقر الحكومة الانتقالية والمواقع التي تتمركز فيها القوات الإثيوبية. عمر محمود،